بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على رسول الله أشرف المرسلين. أقبل الصيف والحرارة والسخانة بزاف، وفي هذا الفترة كما نقولوا حنا نفضلوا أن نتناولوا الوجبات الباردة. اليوم راح نقدم لكم واحد الكريمة لذيذة جدا، كريمة لي طارتولات، يعني طريقة تحضير لي طارتولات راهي في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا في أول تعليق مثبت. والكريمة هذه اللي حنحضرها لكم اليوم إن شاء الله كريمة لذيذة جدا وبمكونات طبيعية وصحية، يعني كلوا وماش راح يكون عندكم تأنيب الضمير. نحتاج إلى بول بلاستيك ولا زجاج ولا غير ذلك، نضع فيه 3 بياض بيض، من الأحسن يكون البيض بلدي، وقبسة ولا شوية من الملح الصخري. نضرب بالخلاط الكهربائي جيدا حتى نتحصل على ثلج. كما قلت لكم نقعدوا نخلطوا حتى نتحصلوا، عفوا ساعات والله تهرب لي الهضره، تحصلوا على ثلج. واش راح نقول لكم اخوتي، بهذه القناه نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوها مليح باسكو قناه فيها مكونات طبيعيه. مرحبا باللي دخلوا جدد واللي راه مقدم الاوفيه ان توعي، نشكرهم على تشجيعهم ليا وتدعيمهم ليا. راكم تلاحظوا باللي ولا على شكل ثلج. نجيب هنا نضيف بالتدرج عصير طبيعي ساخن حتى الغليان، يعني العصير هذا راهو في صندوق الوصف اسفل الفيديو في اول تعليق. هنا راني كاتبتكم في صندوق الوصف، بصح اللي موش صابر اني نحضر له ندير له هذا الفيديو نتاع العصير يدخل القناه يهز الفيديو القديم. عصير الليمون والبرتقال والجزر. المهم كاين عصائر بزاف في القناه، تدخلوا تبعوا من اول فيديو دوك تفهموا القناه مليح وتلقاو العصائر طبيعيه، خدمت لكم عصائر متنوعه وتقدروا تتناولوه مع هاد لي طارتولات اللي مخدومين بها اليوم، اللي حنبين لكم الكريمه نتاعها. كما راكم تلاحظوا هنايا هذاك الثلج نكب بالتدرج العصير الطبيعي، ماهوش عصير تاع السكر اللي يتباع في الاسواق ولا اللي تحضروه بالسكر، هذا عصير طبيعي محضر بماء التمر. هنايا كي نسخنوه مليح نكبو بالتدرج في البياض البيض، علاه باش ما يهبطش وميمطون يطيب بياض البيض. تبعوا برك القناه خطوه بخطوه راح تفهموا كيفاش تخدموا هذه الكريمه. راهي لذيذه والله، غير ننصحكم بها، راهي لذيذه جدا والله، ما تفرقوها مع الكريمه اللي مخدومه بالسكر. وشو هنايا برك يعني انا راني نجتهد ان شاء الله، شجعوني نحاول اني نخدم منكهات طبيعيه، راني نبحث وكلش، بس كي ما لقيتش تشجيع من عندكم راني ما راح نزيد نمد لكم من جديد. كما قلت لكم المتتبعات تاعي القدم يحاولوا انهم يشجعوا القناه بنشر الفيديو، بالتكلم عنها على الاقارب الاهل، نشرها في الفيسبوك الى غير ذلك، باش الناس كل يستفيدوا. مش كما نقولوا حنا المعلومه ما تحتكروهاش نفوسكم برك، حاولوا انكم توسعوها تديوا الاجر معايا ان شاء الله. هنا نضع الخليط في كاسرول، نلوحوا الخليط بعد ما درنا له العصير الطبيعي الساخن، نلوحوه في طاوة ولا كاسرول ولا واش تسميها كل بلد كيفاش يسميها. المهم انني كاتبه باللغه العربيه الفصحى تقريبا، اللي ما فهمش اللغه نتاعي يستعمل. هنا نزيدو ملعقتين ونص ملعقه كبيره نشا، ملعقتين كبار ونص من النشا. هو يعني هنا استعملت النشا، بس في الفيديوهات المقبله نتاعي ان شاء الله راح نعود نستعمل الارز المرحي لانه اكثر صحيه من النشا. النشا راهي مطحونه من بذور النشا المهجنه، يعني مش صحيه. نزيد نضيفوا ملعقتين كبيرتين من بودره الحليب، كذلك بودره الحليب ماشي صحيه ولكن للاسف لم اجد البديل. هنا نضيف نصف كاس العصير سما. بعد ما لوحت هذوك نزيد نكمل نلوح نصف كأس من العصير السابق. يوضع فوق نار هادئة مع التحريك المستمر، كي نحطه فوق نار ذليلة ونخلط حتى نتحصلوا على هذا القوام. كما راكم تلاحظوا هناكم تشوفوا فيه شوية جاني حرش ما جانيش رطب نورمال. دوك نعطيكم كيفاش ردوه املس. بعد ما عقد نرفعه من النار، بعد ما تشوفيه عقد هزيه من النار وحطيه بجيه وقعدي خلطيه ولوحي فيه قطعه زبده البقر،
يعني تكون زبدة البقر ولا زبدة الماعز ولا زبدة حيوانية. يعني من الأحسن زبدة البقر، لأن زبدة الماعز فيها شوية ريحة ما تقدروش تتقبلوا النكهة نتاعها. نخلط 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 حتى ندوبوا هذيك الزبدة في هذه الكريمة. كما راكم تلاحظوا سهلة سهلة التحضير. يعني أنا هذه نحضرها حتى في رمضان، يعني هي وصفة رمضانية، ولكن نقدر نستعملها في حتى في الصيف. نفضل ندير نحضرها مع عصائر طبيعية ونتفرج فيلم أكشنت ولا نتفرج أي حاجة تسليني مع أبنائي. يعني هي لذيذة جدا. حاولوا تحضروها مع هذه السخانة هذه. وفي الصيف املي وقت ولادكم. حتى راكم تلاحظوا كي خلطت حتى اصبحت ملسات، وغطى بقطعة بلاستيك بحيث هذاك البلاستيك يلامس السطح نتاعها، وتوضع في الثلاجة لكي تبرد جيدا. بعد إخراجها من الثلاجة يخلط بالميكسر. يعني قدر تحضروها الصباح وتلوحوها في الثلاجة، وكي تحبوا تستعملوها اجبدوها وبداو خدموها. هنا نحكموا الميكسر هو من أحسن الميكسر باش تولي ملساء ورطبة. هاكم تشوفوا فيها ولات كريمة ملساء رائعة. هنا نديروها في لي بوش هذوك تاع الحلواني. نجيب حلواني وتجيبوا لي التقطيلات لطريقة تحضيرها راهي في القناة، صحية 100% بالفرينة الكاملة. ونضعوا فيها هذه الكريمة الصحية مع تقديمها مع عصائر طبيعية رائعة. يعني والله يعني كانت الطريقة هذه ثاني ديروا لي طارتولات على شكل دائرة فقط، يعني كي تعودوا تاكلوهم يومي ولا تيفيتي والقوالب. رائعة 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 والله ننصحكم بها. في جلسة هكا سهرية في الليل مع أبنائكم، تشعلوا فيلم تتفرجوه مع بعضكم، ولا تجمع كما نقولها لمة عائلية. يعني ننصحكم بهذا الوصفة رائعة، وراح تفرح أبنائكم وتفرح حتى ضيوفكم. نضع قليل من الفراولة فوقها وشهية طيبة، ونتمنى راح تشجعوا القناة هذه إذا راهي تستاهل. طرق التشجيع راهي كثيرة نخليها لكم ولا حتى على عاتقكم. إذا كان عجبتكم قناتي تبقوا قوانين اليوتيوب بالضغط على اللايك وتفعيل الجرس، واعطوني النقد البناء نتاعكم راني محتاجاته لكي أستمر وأواصل. ما بقى لي غير نقول لكم الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. حافظوا على صحتكم يا خوتي، ما تلقاو غير صحتكم، وما راح تتمتعوا حتى بحاجة إذا ما كنتوش في صحة جيدة. ونحيو المقولة هذيك نتاع المقولة هذيك اللي تقول باللي اقتلني اليوم وحييني غدوة، ولا ما باليش كيفاش راهم يقولوا. كي تحافظوا على صحتكم اخوتي لاخر نهار من حياتكم الاجل كي يوصل، تبقاو بصحة وما عندكمش الام وما عندكمش امراض. في امان الله.